ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ انتوا طبعا مش واخدين على الهدوء ده، بس انا جاي اتكلم معاكم حبه جد. اول حاجه، انا بقالي على السوشيال ميديا سكه سنه وثلاث اربع اشهر بالكتير قوي، ما كملت السنه ونص. كنت الاول طالعه ترند. بابا جاب لنا علبه جبنه عبورلاند، وكنت بتكلم بعفويه، وفضلت فتره بتكلم بعفويه وفيديوهاتي بتطلع ترند تطلع ترند لحد ما وصلت المليون وشويه. اكونت اتقفل، بعد كده اكونت اتفتح، بعد كده الناس هي اللي طلعتني ترند في حوار الشارع اللي وراه والكلام ده. مش انا اللي يعني مش انا الترند مش طالع من اكونت بالمعنى، الناس هي اللي مطلعاني ترند. والاسطوانه كمان مش طالعه من تليفوني، بس انا شاركت فيها عادي زي ما الناس شاركت، وما حصلش نصيب. وفترة الترند ما لحقتش امسك حتى الترند شوية، وحصل لي مشكلة، وكنت في الاسم المشكلة اللي حصلت لي، وبدأت ان انا اقع من على التيك توك. سبحان الله، اقسم بالله بجد ربنا كبير قوي، ربنا كبير قوي 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 قوي. اول ما بدأت اقع من على الترند خلاص بقى، وموضوع الشارع اللي وراه بدأ يريح وينام والكلام ده. لقيت ان اغلبيه الناس اللي كانت عارفاني والبنات اللي مصاحباني على السوشيال ميديا ما حدش بقى كان بيسال. وانا دخلت الاسم وطلعت انا ما دخلتش، انا قعدت 4 ايام، وانا اصلا ما قعدتش في حجز ولا قعدت في اي حاجه. انا كنت في الاسم بيحققوا معايا في كام مشكله بتاعه الشارع اللي وراه وازاي تقولي كده. المهم، ما كانش حد بيعبرني اول ما طلعت، ولا كان حد بيسال، ولا حد كان بيرفع سماعه التليفون، واللي كان بيبعت مسج كان بيبعت اخرتها مسج، ما حدش كان بيوصل لاهلي. ماذا بعد يعني اللي حصل؟ لما بتفرج في رمضان عادي، اقسم بالله يا جماعه، على المسلسلات زي اي واحده، لقيت اسم اتذكر في مسلسل العتاوله. مي كساب اول حلقه ذكرت اسمي، عايزه اقول لكم كميه الفرحه، قلبي كان بيعيط من الفرحه، قلبي كان اقسم بالله كان قلبي بيترج كده من كتر الفرحه. مسلسل امير كرارة، انا بصراحه ما اعرفش اسمه، ما كان بيقول له الشارع فلان ده، قال له لا الشارع اللي وراه. في مسلسل تاني، استنى اعرف لكم اسمه واجي. المهم، في مسلسل تالت اسمه حاجه ماتش كده، متهيألي قال اسمي برضو. قال الشارع اللي وراه. انا مش مبسوطه بالكلمه، بس اللي هي الكلمه بقت ترند، ومين اللي قالها؟ هي سوزي. والكلمه كده كده اتقالت مني وقت عصبيه، مش قصدي ان هي تبقى ترند او تبقى مرض كده. عايزه اقول لكم اني مش هقول لكم انا الفتره دي اتعلمت حاجات، انا حرفيا ناس كتير كانت جنبي ما يعني اقسم بالله شويه يتعدوا على الايد. وعايزه اقول لكم ان ربنا كبير، ربنا ده يعني بجد حاجه جميله قوي. يعني انا اصلا مش قريبه من ربنا، انا دايما حياتي هزار وضحك هو هزار وضحك. بس انا ممكن اقعد كده لو الاقي نفسي فاضيه اجيب جورنان كده نكت وافضل اضحك كده. انا حياتي اللي انا عايزه اقعد اضحك، عايزه ابقى لوحدي واضحك. ما حياتي فاضيه قوي، ما فيهاش حاجه غير ان انا بني ادم عايزه ابسط نفسي واضحك. ربنا بجد جماعه، ربنا بجد جميل قوي، يعني ربنا كبير وجميل. ربنا عمره ما حرمني انا كسوزي من حاجه، اقسم بالله بجد. وغلاوه اختي وحبها عندي، انا ما بحلفش غير بحب اختي عندي، من كتر حبها انا بحلف فيه بالحب بتاعي، يعني من حبي ليها بحلف بحبها. انا اقسم بالله كل ما اعمل على الترند، كل بس ما يبدا اكونتي يقل كده، كل ما ابدا ان انا خلاص الناس تبدا تنسى مين سوزي، حتى الاقي حاجه صدفه يا ريتها حاجه انا اللي بعملها، او بروح اصور، او بروح اعمل ترند مع حد، او اقول لواحد تعالى اعمل ان انت خطيبي ونسيب بعض، او اعمل اي مشكله، او اعمل اي حوار، او اتخانق مع واحده على السوشيال ميديا عشان اطلع ترند. مفيش الكلام ده. او انزل او امنتج او اطلع سيشن او اعمل اعلانات لحد، ما بعملش الكلام ده. والله العظيم مجرد ما انا بتمناه من ربنا، اقول يا رب انا بدات اريح، بدا يقل عندي الريتش والاكونت بتاعي يقع، الاقي بعديها ما كملش الاسبوع الاقي ربنا بيكرمني، والاقي اكونتي خلاص، والاقي نفسي ترند تاني. ببقى مبسوطه ان انا قاعده في بيتي، اقسم بالله بلاقي الناس بتخبط على بيتي وبتقول لي احنا عايزين نشوفك. ببقى عند اهل طارق، اهل خطيبي، بلاقي ناس جايه تتصور معايا. ببقى عند عمامي، ببقى عند خلاني، ببقى عند جده، بلاقي ناس جايه تتصور معايا. ببقى في الشارع بلاقي ناس مبسوطه بيا، بقيت مبسوطه بانبساط الناس بيا. يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه، اقسم بالله انا فرحانه قوي. انا كميه الفرحه مش شرط ان انا اطلع على التلفزيون او امثل، عادي يعني، عادي لو ليا نصيب في حاجه كده امثل. وانا نفسي قوي اطلع في دور، او اطلع في مشهد، او عادي حد يكتشفني اطلع مع رامز جلال. اعزائي المستمعين في كل بيت وفي كل مكان، معانا ومعاكم النهارده
اللي مجننه السوشيال ميديا، اللي قرفانه، اللي تعبانه، اللي خانقانه، اللي هنجيبها وهنموتها وهنشنقها. معانا ومعكم سوزي الأردنية. أنا النهاردة جايبها وهنتقم منها وأقول لها ولو قالت الشبع اللي وراها مش هطلعها من الحلقة دي. عارفين أنا نفسي كده، بنفسي في المود ده، ونفسي 1 2 3 أكشن. نفسي أخش في المود ده قوي، بس ده نصيب وكفاية. يعني كفاية إن حد مثلا طلع يحكي قصتي بشكل ممكن يكون مختلف شوية ونجح. ده بسطني اكتر، ان انا شايفه حد بينجح مثلا بقصتي عادي. يعني في قصص كتير قوي كانت بتتحكي وبتنجح، في قصص في كتب، في قصص بتتحكي في روايات، فالحاجات دي كانت بتنجح. فانا مبسوطه ان حد عمل مسلسل على حياه شبه حياتي شويه ونجح. ومبسوطه للناس كلها اللي مبسوطه لي، ومبسوطه لليلى زاهر، ومبسوطه لبلمي، ومبسوطه لكم كلكم. ورمضان كريم عليكم. اقسم بالله انا بحب الناس كلها وبشكر الناس كلها على حبها ليا. واي حد عايزني في اي حاجه يخش يكلمني على الانستجرام، انا طبعا برد على الناس كلها لو انا بتاخر على حد هنا في الرد او في الكومنتات.